سأل أحدهم الإمام زين العابدين عليه السلام: ما أفضل الأعمال؟ شنو أفضل شيء؟ قال: الحال المرتحل. قال: شنو الحال المرتحل؟ قال: الرجل يفرغ من ختم القرآن ويبدأ فيه مرة أخرى، هذا يخلص منه ويبدأ من جديد، هذا حال مرتحل، فيه نورانية القلب، وفيه أيضا بركة في المكان الذي يقرأ فيه. ولذلك نحن عندنا هالاعتقاد هذا: لو أن نبينا المصطفى محمد مج من فمه ماء في بئر يصير حلو، شجرة يابسة تتحول إلى شجرة مثمرة، يضع يده في مكان تحل البركة، هذا وهو عبد الله ورسوله. فكيف إذا كان كلام الله عز وجل وهو أثر من آثار نوره سبحانه وتعالى يحل في مكان؟ لذلك يستحب كثرة القراءة للقرآن في البيت. صلاة الجماعة في المسجد، بس قراءتك للقرآن خليها في بيتك، مع أن المسجد فيه فضيلة، بس هناك أنت تحتاج إلى بركة إضافية. في الرواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، نوروها بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. هذا يصير قطعة متوهجة من النور بيتك، يلتقط هذا النور ملائكة السماء يتعرفون عليه من بين البيوت. يؤثر في الرزق أيضا، كثر خيره واتسع رزق أهله. في رواية أخرى: كان سكانه في زيادة. هل مشاكل الناشئة عن الضيق النفسي وضيق الأخلاق خلي أثر مقابل إلها. الآن أنا لما أتكلم بغضب هذا يضيق البيت، لما أتكلم بانفعال يصير هذا البيت سجن لأهله. جيب كلام الله سبحانه وتعالى يتسع هذا، الحياة الزوجية تصير أحسن، الأخلاق تصير أطيب. وكم من آية أثرت في أهلها إلى آخر حياتهم. اقرأوا القرآن وأنتم تفعلون بحمد الله في بيوتكم، وأكثروا من ذلك، وأشركوا هذا العبد الفقير في تلاوتكم.